أكرم توفيق إلى النادي الأهلي بعقد يمتد لمدة 3 مواسم. الخبر صح مش إشاعة. أكرم توفيق خلاص الشمال القطري وجه الشكر للاعب. أكرم توفيق ممكن يكون دلوقتي في طريقه إلى معسكر أسبانيا عشان ينضم إلى معسكر النادي الأهلي ويبدأ يستعد مع الفريق الموسم الجديد. أول حاجة خليني أقول لكم كل كواليس تعاقد الأهلي مع أكرم توفيق لمدة 3 مواسم. اللاعب هياخد عقده في الفئة الأولى من 20 ل 25 مليون، بالإضافة إن هيكون في مكافآت خاصة للاعب. أكرم توفيق اللي بيعتبر ابن من أبناء النادي الأهلي، وبالنسبة لي هو واحد من اللعيبة القتالية في أرض الملعب. يعني احنا عارفين إن جمهور الأهلي ملقبه بقلب الأسد، وبالنسبة لي هو نموذج لطارق حامد. اللي بشوف طارق حامد في الملعب بالنسبة لي هو أكرم توفيق، بنفس الروح بنفس القتال، هعمل أي حاجة عشان فريقي يكسب. أكرم توفيق خلاص وقع على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي. كان في الأمور بقالها فترة، ولكن كان في الأهلي بس سايب نقطة معينة لأكرم توفيق، وهي خلص نفسك من الشمال القطري بعدين انتقل إلى النادي الأهلي. النادي الأهلي كان سايب له النقطة دي، يعني عايز اللاعب في صفقة انتقال حر، وده بالفعل اللي عمله أكرم توفيق. خلص نفسه من الشمال القطري. الشمال نزل بيان أو وجه الشكر للاعب أكرم توفيق. على ما الفيديو ينزل هيكون وصل أسبانيا، والكشف الطبي هيكون في اسبانيا. بعدها هينضم تلقائيا الى معسكر الفريق، وهيلحق ودية برشلونة اللي هتكون يوم الاربعاء يوم 19 من الشهر الجاري على الساعة 9 على ملعب كامب نو. ايه اللي يخلي النادي الاهلي يتجه الى صفقة اكرم توفيق؟ اولا عشان يأمن الوسط الدفاعي، ما قدرش ان هو يتعاقد مع مدافع اجنبي او لاعب خط وسط اجنبي. محمد علي بن رمضان خلاص رحل عن الفريق. اشرف داري قدر ان هو يكمل، ما قدروش ان هم يوصلوا الى حل، فاشرف داري مكمل. فبالتالي الاهلي مش هيقدر ان هو يجيب لاعب اجنبي في خط الدفاع، مفيش وقت خلاص، فالحل هو ابن النادي اكرم توفيق. كده اشرف داري مكمل مع الفريق، وتم الاتجاه الى تأمين الدفاع عن طريق قلب الاسد مفاسا اكرم توفيق.